والحقيقة سامحوني حتى لو بدا عليا بعض العصبية، لأن أنا بقالي شهر بقول إحنا قبل 30/6 كانت مشكلتنا مع كل تيارات التأسلم السياسي مع الأهل والعشيرة، لكن مشكلتنا بقى الحقيقة جوه القوى المدنية من يمينها ليسارها، جوه شبابها اللي مش لاقي صوت عاقل يشرح. والسؤال هنا واضح ومباشر، لأن الفرز شغال وهتدفعوا الثمن، هتدفعوه، واللي هيدفعه لكم شعب مش مؤسسة. الكلام محدد، احنا عايزين إجابة من شباب هذه الأحزاب اللي الواحد بيشوف كل اللي مكتوب على صفحات القوى والائتلافات وشباب الأحزاب كلام هزي. ليه بوصفه بأنه هزي؟ السؤال المبدئي، انتوا موافقين ان مصر بتتعرض لمؤامرة والمنطقة بتتعرض للحظة خطيرة في المنظومة الدولية، ولا ده كلام بره يعني الإدراك انتوا مش شايفينه؟ لو انتوا مش شايفينه يبقى في مشكلة حقيقية، وفي الحالة دي كل الاحترام لعدم قدرتكم على الرؤية. بس هنا احنا محتاجين في لحظة المواجهة نقول لكم ايه تقلكم في الشارع انتم جميعا، ما هو ثقلكم في الشارع، وإذا لم تشكلوا الظهير السياسي لمشروع 30/6 وإرادة 30/6 مستعدين تدفعوا الثمن، ولا الناس العجوزة اللي بتسيطر على تحريك هذه القوى الشبابية في أحزابها وكياناتها وائتلافتها وجبهتها قادرة إن هي تكمل وخلاص؟ هرجع أواجه خطابي ده وأوجهه لشباب هذه القوة. انتوا مستوعبين إن ممكن قياداتكم العجوزة اللي بتنتمي لمشاريع جاية من الماضي وأحلامها كانت طول عمرها قزمة قصيرة قد كده، عمرهم ما عرفوا يحلموا بسلطة، كل أحلامهم إنه يبقى وزير بلا حقيبة أو يبقى عضو في برلمان، أقصى سقف يقدر يقف عليه إنه ياخد 5 مقاعد، 20 مقعد لو عمل كتلة ولا ائتلاف. إيه الحكاية؟ هو الشباب بطل يعرف يحلم ويشوف؟ لو هي دي القوة السياسية اللي موجودة في مشهد مصر، يبقى السؤال التاني والإجباري مش اختياري لشباب هذه القوة ولقيادات هذه القوة، انتوا انضميتوا لإرادة 30/6 بناء على ايه؟ لو كان هو ده مشروعكم وأقصى طموحكم والابواب المتوربة مع تيارات التأسلم السياسي، علشان لسه لدى قياداتكم العجوزة ان هذه القيادات المنتمية للأهل والعشيرة هتقدر توفر لكم كم مقعد، يبقى الحكاية فيها أزمة. ولأن فيها أزمة، فاللي خد التفويض من 33 مليون حط الحاجات في جمل قصيرة. أول جملة قال إن دورنا كمؤسسة الحفاظ على دولة القانون، متفقين ولا مختلفين علشان الهراء اللي انتوا بتضيعوا فيه عينيكم ووقتكم ومخكم في كلام على الصفحات والمسمى العالم الافتراضي. هتنزلوا للواقع وتجاوبونا انتوا عايزين دولة قانون ولا مش عايزين دولة قانون؟ حتى لو اخترتوا ان انتوا مش عايزين دولة قانون، وان تحالفكم القادم مع المشروع اللي رفضته إرادة 30/6 انتوا واعيين ان انتوا هتدفعوا الثمن، لان انتوا بمفهوم الديمقراطية هتبقوا الأقلية في مواجهة الأكثرية والأغلبية اللي هي شكلت إرادة 30/6. دي نقطة. 2، الكلام كان واضح وصريح، سواء بقى مع قانون التظاهر، مع القضاء العسكري، مع غيره، اللي هيرفع السلاح في وش المؤسسة العسكرية بجناحيها لا رحمة معه. وهنا هجاوب بشكل مباشر على كل اللي ما عندهمش قدرة انهم يشوفوا الاشياء واللي بيبيعوا دماغهم لمصطلحات بتتزرع في الارض. وانا هنا عارفة ان في ناس كتير قوي يعني هتتعامل معايا بلا رحمة ايضا. القضاء العسكري، لو انت تجرؤ تتعامل مع المؤسسة العسكرية في الدول اللي استقرت فيها الديمقراطية وتتحول لقضاء، فانت محظوظ، لان الحقيقة التعامل معاها بيكون بالسلاح المباشر. الكلام ده معمول بيه في الدول اللي استقرت فيها الديمقراطية.
لأن القانون بيقول التعامل مع المؤسسة العسكرية له مواصفات وشروط. هتتجاوز، احنا في مصر بنقول هتروح لقضاء عسكري، ما تروحش القضاء العسكري، الحكاية معروفة، عبر عن رأيك بعيدا عن المؤسسة العسكرية واستهدافها. واللي مش عاجبه كده يروح يعيش في الدول اللي استقرت فيها الديمقراطية ويوريني هيتعامل ازاي مع المؤسسات العسكرية والجيوش في هذه الدول. لكن المأساة ان واحد بيقول مصطلح، ولان الناس ما عندهاش وقت كافي لا تقرأ ولا تذاكر ولا تراجع القوانين، بسرعة الحكاية بتعدي. النقطة الخطيرة والمهمة ان المسؤول عن المؤسسة العسكرية هنا وجه الأصابع لثلاث قوى تتحكم في المشهد المدني الآن، وقالهم كده بالظبط. قال النخبة، قال الإعلاميين، وقال إن ده نداء، إن ده هيصل ولا هنضغط لما ما يبقاش نداء. أنا بناشد شباب الأحزاب وشباب القوى الثورية والمجموعات اللي موجودة والناس اللي بتشارك في لجنة ال50 وعارفة ان في شيء حقيقي بيتغير في قلب مصر. ما تسيبوش نفسكم للغوغاء، للكلام المفتوح اللي ما بيوديناش لخير، لان جوهر المسألة انتوا عايزين مصر تعبر ولا هندخل في التفاصيل؟ الحكاية واضحة.